ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجه ما تنسوش تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. طبعا يا جماعه اعذروني، عندي برد وصوتي مخنف، بس ايه، عندي فيديوهات لازم انزلها لحبايب قلبي. طبعا يا حبايبي عندي كده نص كيلو من الرز، وعندي عدس اصفر، وعندي 3 بيضات. يا ترى هتعملي ايه يا ام كريم؟ هقولك اول حاجه صلي على النبي وزيد النبي صلى عليه افضل الصلاه والسلام، وبعد كده هنخش مع بعض على ايه، على الفيديو على طول. طبعا شكرا بجد بجد على الكومنتات اللي بتفرح قلبي، شكرا على الدعم اللي فات، اخواتي وحبايبي اللي بيشوفوا الفيديوهات بتاعتي وبيحطوا لايك، شكرا بجد انكم بتقدروا تعبي على الفيديوهات. يلا بقى يا جماعه مع بعض نخش على الفيديو. طبعا معايا بصلايه ضربها في الكبه وحط عليها حبه ايه، ملح زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى احط الزيت. يا ترى هتعملي ايه يا ام كريم؟ النهارده بقى يا جماعه نعمل مع بعض الرز بعدس. هو لو ما كانش فيه زفر، ما كانش فيه لحمه، ما كانش فيه فراخ، ما ناكلش. لا، قلت النهارده بقى ايه، زهقنا بقى من الكلام ده كله. هنعمل النهارده مع بعض رز بعدس علشان ايه، نغير بقى شويه. الدنيا يا جماعه بقت غاليه، نوفر بقى شويه. نعمل ايه، مسقعه رز بعدس بصاره، عدس اصفر. يعني اعملي عدس اصفر تسقيه، ممكن تشربيه اللي هو فيه، يعني ان انت بتسقيله عيش، وفي اللي انت هو ايه بتشربيه. تعالى مع هنا يا حبايبي، معانا الرز ومعايا العدس. معايا يعتبر كوبايه رز، نص رز وكوبايه عدس. هبتدي بقى كده اقلبهم، وابتدي اروح ايه تحت الحنفيه واغسلهم. وايه، حابه تعملي حبه بتنجان مخلل جنبيهم، والله يا جماعه تبقى ايه، اكله 100 فل و14، تحسي ان انت بتاكلي بتشبعي. طبعا زي ما انتم شايفين خليت بقى كده البصلايه بتاعتي الجولد زي ما انتم شايفين كده. هبتدي نعمل ايه يا حبايبي، نحط الميه كأنك بالظبط بتعملي ايه، رز صيادية. بس الفرق ان انت ايه، هتفتحها شوية مش هتغمقيها، نفس الحاجة ونفس كل حاجة. حطينا ملح، حطينا كمون، اكتر من كده مش هنحط. العين التانية انا حاطه ايه، البيض بسلقه علشان هعمله بيض كده ورز بعدس، وهعمل سلطه. تقدري انت تعملي بتنجان مخلل، تقدري تعملي ترشي. كان الزيتون عندي، الزيتون والله يا جماعه من حلاوته ما قعدش، فعلشان كده قلت هجيب زيتون وهعمله وهخلل تاني. طبعا في نفس اليوم كده يا حبايبي بتاع الفيديو ده، انا ما كنتش فاكره مصوره امتى، كنت فتحت على الزيتون ووريته لكم برضو، وعجب ناس كتير، والناس عجبتهم الطريقه وقالوا لي بجد يا ام كريم احنا بعد كده بدل ما نشتريه من بره هنعمل الزيتون في البيت احسن حاجه. طبعا اللي ما شافش فيديو الزيتون فاتوا كتير كتير كتير، بكلمكم بجد والله يا جماعه. طبعا هنا انا ايه، سايبه الميه بتاعتي تغلي، بعد كده ايه هغطيها، وبعد كده هننزل معانا بايه، الميه هنا غلت. هبتدي بقى انزل بالرز بعدس بتاعي اهو زي ما انتم شايفين. مش هياخد منك وقت، انت واقفه كده 5 دقايق بتعملي اي حاجه في المطبخ، بتصبني المواعين، بتشطبي تروقي الشقه بره، هتلاقي الاكل في ثواني استوى. يعني غدا سهل وبسيط جدا. فيا جماعه ادعولي بقى البرد يخف من عندي علشان ايه، انا مخلصه خالص. طبعا هنا بقى عندي بواقي التلاجة. يا ترى بواقي التلاجة بقى ايه يا ام كريم؟ عندي كابوتشا كنت واخده منها وسايباها كده في شنطه، وعندي نص قرن فلفل احمر، ونص فلفل الوان ومعايا طماطم، ومعايا بصلايه، وقرن فلفل حامي، ومعايا خيار، ومعايا ليمونه. هنبتدي بقى كده نقطع كل دوت. قلت له والله تعالى ما انت قاعد، مفيش حاجه يا جماعه بتعمليها ما بتبقاش ايه حلوه، بتبقى كل حاجه جميله. يعني عندك سلطه طلعيها واعمليها، عندك بتنجان هاتيه اغسليه بقى، وقومي ايه حطي له حبه ملح واقليه في الطاسه وتبليه، حطي ليمونه وقرن فلفل ومعلقه من الهريسه، وقومي حشياه ومتبلاه بقى كده، وعصري له ليمون، وقليالك كام قرن فلفل، ويا وعدي يا وعدي على الجمال. هبتدي بقى كده اخد الطماطم ترنشات واقطعها 2. طبعا اعذروني لو مش مركزه علشان انا البرد ايه مدمرني خالص. زي ما انتوا شايفين بقى كده يا جماعه، هبتدي ايه اقطع معاكم الطماطم اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو، بنقطع ايه الطماطم. شكرا بجد على التعليقات، شكرا على الكومنتات، اخواتي وعيلتي التانية بجد من قلبي، شكرا من القلب للقلب على الايه التعليقات الجميلة، وشكرا على الكومنتات اللي بتفرح قلبك، اللي بتخليكي لو هتيأسي 1% هتكملي. وشكرا على كل حاجة حلوة بجد يا جماعة، وشكرا انتوا عيلتي التانية بجد.
طبعا هنبتدي بقى كده اخد الطماطم هقطعها طرنشات زي ما انتوا شايفين. طبعا قولوا لي بقى كده في الكومنتات اولادكم عاملين ايه في المدارس، يا ترى بيذاكروا يا ترى بيعملوا ايه. طبعا كلنا مسحولين الفتره دي. انا بقالي يعتبر انا نزلت لكم امبارح، كان بقالي قبليها بقى بيومين ما كنتش منزله لكم حاجه، فقلت لازم انزل لكم الفيديوهات. طبعا اللي ما شافش برضو الفطيره بتاعه الفطير الشرقي اللي انا عملته هيفوتوا كتير. طريقه سهله جدا وبسيطه من غير ما تعجني ولا اي حاجه وما توجعيش في قلبك وتعجني ولسه هتستنيها تخمر والكلام ده كله. لا، اعمليها بطريقه سهله جدا، مش هقول لكم ومش هحرق لكم علشان اللي ما شافش الفيديو يروح يشوف. هبتدي بقى كده اخد الفلفل الالوان بتاعي اقطعه يروح يتفرج زي ما انتم شايفين. مش هحرق لكم انا كنت عاملاه ازاي، فروحي بقى اتفرجي على الفيديو هتشوفيه هيعجبك. زي ما انا قلتلك من غير عجن ولا فرد ولا وجع قلب، في ثواني وانتي واقفه تعمليه، مش هياخد منك وقت خالص. طبعا اهو يا جماعه احلى حاجه في الاكل كله بيبقى ايه؟ هو طبق السلطه. بيفتح نفسك لو انتي مش هتاكلي الاكله دي هتاكليها بطبق السلطه. طالما انتي بتعملي الاكل بحب هيطلع معاكي الاكل جميل. وطبق السلطه بيبقى طعمه جميل على اي سفره او اي طبليه، بيبقى طعمه جميل. هنبتدي بقى كده اقطع الفلفل الاصفر، قطعت الفلفل الالوان والفلفل الاحمر زي ما انتم شايفين. وبعد كده هقطع البصل، حابه تستغني عن البصل برضو براحتك، بس هي السلطه البلدي بقى الحرشه بتاعتنا بتتعملش غير كده. طبعا كده انا كان عندي خيارتين زي ما انا قلتلكوا بواقي التلاجة، فايه جبت بقى طلعت الحاجه اللي عندي وقلت لهم تعالوا بدل ما تبوظوا انا هعملكم ايه؟ سلطه. طبعا خدت كده الخيار قطعته. طبعا بقى هغير الطبق دلوقتي في لحظه الا لحظه هتشوفوا، علشان هلاقي الطبق صغير. هبتدي بس كده اقطع الحاجه في الاول، بعد كده بقى ايه هغير الطبق هلاقيه صغير. طبعا بقى يا جماعه حطوا لي لايك اشتركوا في القناه علشان نكبر بيكم، يا احلى عيله في الدنيا. بصوا هبتدي كده بقى ايه اقطع الخيار بتاعي. معايا بصلايه، طبعا انا ما خدتش كمان الفلفل كله، خدت يا دوبك نص من هنا ونص من هنا، او ربع من هنا وربع من هنا، عشان هما كانوا ايه نص قرن ونص قرن. طبعا زي ما انتم شايفين بنتي قالت لي هاتي حته من الخيارات التانية، فايه اديتها لها. ابتدي بقى كده ايه اقطع بقيه الخيار معاكم. وكمان هبتدي اقطع برضو البصل زي ما انا قلتلكوا، حابه تستغني عن البصل برضو ايه براحتك. والله يا جماعه الرز بعدس كان طعمه جميل وطلع مفلفل، والسلطه كان طعمها جميل. طبعا في ناس بتحب تاكله مع البيض وفي ناس لا، جربي بس انت مع البيض بيبقى طعمه جميل جدا. هنبتدي بقى كده يا جماعه ايه نقطع البصل بتاعنا. طبعا يا جماعه في ناس كتير بتسميه رز بعدس، وفي ناس بتقول عليه الكشري الاسكندراني. بتوع اسكندريه هم اللي هيعرفوا بس الطريقه دي. وكمان في ناس بتعمل معاه صلصه بقى بخل بتوم زي صلصه الفته، وياكلوها كمان مع ايه مع الرز مع طبق السلطه مع البيض، بيبقى ما اقولكوش يا جماعه جميل جدا. فانا ما كانش عندي صلصه، فبصراحه كسلت اعمل، فقلت ايه هو السلطه مع الرز مع البيض وايه كده يبقى رضا. بصوا بقى ما شاء الله طبق السلطه جميل ازاي. هغير دلوقتي الطبق زي ما انا قلت لكم علشان ايه اقطع فيه بقيه الحاجه اهو. وكمان بعصر معاكم الليمون، قلت بقيه البصلايه دي خساره هتترمي فاقطعها تتاكل احسن. دلوقتي يا جماعه الواحد ما يرميش حاجه في الغلا ده، اي حاجه عندك في البيت طلعها واعمليها. ان شاء الله عندك بواقي مكرونه نصاص عندي عدسه عندي مش عارفه ايه، اجمعهم واعمل كشري. وبيقولك ايه اي حاجه عندك موجوده طلعوها واعمليها بدل ما ايه. والله يا جماعه الايام دي الدنيا بقت غاليه، فنعمل اللي عندنا وخلاص علشان الدنيا بقى يا جماعه والظروف وكده زي ما انتوا عارفين، والولاد بقى والمدارس والسحله والكلام ده. بصوا بقى يا جماعه الجمال بقى والحلاوه، بصوا مفيش بعد كده ولا قبل كده. قطعت بقى البيض صوص كده زي ما انتوا شايفين، والرز ما شاء الله عليه كده مفلفل وجميل. وده طبق السلطه البلدي بتاعنا اللي على اي سفره او اي طبليه بياكل اي حد. وكمان لو عندك بقى طبق الصلصه بالخل والثوم حطيه وادعيلي وقولي لي ايه رايك في الكومنتات على العظمه دي. ونبتدي نقول مع بعض ايه يا سيدي يا سيدي على الحلاوه. واشوفكم في فيديو جديد ونقول مع بعض.